دركا فرغت الزبده لازم تكون طريه، يعني تخرجوها من قبل من الثلاجه. بالنسبه لعظام البيض الثاني لازم يكون في حراره المطبخ. نضيف عليها 200 غرام سكر غلاس والسكر الرطب. نزيد عليها ملعقه تاع لافاني، وعندي 4 بيضات في حرارة المطبخ. ديما لازم الزبدة والبيض ديما يكونوا في حرارة المطبخ. وعندي كاس تاع زيت، هذا الكاس يعني صغير تاع التاي الزيت. بالنسبة للزيت من احسن النوعية اللي تكون ما فيهاش الريحة، باش يجي الصابلي تاعكم بنين. نخلط المقادير هادو، نخلطهم سواء بتحبي بيدك تحبي بالميكسر، ونرجع لكم نكملوا الوصفه. بالنسبه للخليط هاهو كيفاه يجي، يكون خفيف دركا نضيفوا 200 غرام نشا. 200 غرام نشا من احسن نصيروه. هنا في هذه المرحله نخلطوا غير بالسباتيو. نخلط ونرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وهنايا نضيف حوالي كاس فقط تاع فرينه. دركا نقول لكم علاه. ونزيد لها نصف باكي خميره، نصف. انا هذه تاع 15 غرام ولكن عندي غير نصف فقط. ملعقه. يعني اللي تحب الصابلي كروكانتي مقرمش ما تكثرش الخميره، واللي تحبوا يكون نورمال ديري باكي كامل تاع 15 غرام. انا درت نصف يعني ملعقه. هنا نخلط ومن بعد نقسم هذا الخليط، نقسمه على 2. واحده نخليها فاني والاخرى ندير لها الكاكاو. هنا في هذه المرحله اللي حبيت تنكه العجين تاعها تنكهيها، يعني كما انا راح نقسمها على 2، نديرها ندير لها الكاكاو. والاخرى اللي حبيتي ديري لها الفلان، حبيتي ديري لها اللوز، حبيتي ديري اي حاجه، يعني انت حره واش باش تنكهيها. انا حنديرها نورمال فقط، وحده بالكاكاو وحده فاني. هنا نقسمها ومن بعد نكملوا المرحله. راكم تشوفوا قسمتها. هنا يعني نحتاج كميه قليله فقط من عجينه الصابلي بالكاكاو، وهذه الكميه الكبيره نحتاجها خليتها في فاني. نكمل فرينه. وهنا اهم حاجه انك ما تنشفيش الصابلي الا كان نشفتيه من بعد كي تطبعيه وطيبيه يتشقق لك. هنا في المرحله هذه لازم العجينه تخليها ما تخليهاش ناشفه، خليها طريه. حطيها واحد 10 دقائق في الثلاجه وبعد مباشره اطبعي وطيبي. المهم نكمل باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ومن بعد نرجع لكم نقول لكم بالضبط.
الاحسن هنا نستعمل يدي باش تعرفي الصابلي العجينه طريه ولا يابسه. هنا راني كملت لميت. بالنسبه للفرينه حوالي 650 غرام هكاك تاع فرينه. ها تشوفوا فيه طري. دركا هكا نديرو في البلاستيك ونحطو في الفريجيدير حوالي 10 دقائق ونبدا نحل فيه. اما هذه نضيف لها ملعقه تاع كاكاو مر، كاكاو مر، كل نوعيه مليحه من الاحسن باش يعطيكم الذوق. ملعقه كبيره، نتوما حسب الكميه اللي قسمتوها. فهمتوا البنات؟ انا هنا الكميه هذه اكثر من هذه، لان هذا نحتاج منه، حندير منه صابلي بريستيج، يعني ما نحتاجش منه العجينه بزاف. يعني نتوما الا كان قسمتوها على 2 تحتاج الكاكاو اكثر، تحتاجي ملعقتين حتى 3 ملاعق. انا درت تقريبا الربع فقط. المهم نخلط ونرجع لكم. راني كملتهم. هاهي اللي فيها الكاكاو، هذه هي. هاهي بالنسبه للكاكاو راهو ينشف حتى هو، يعني تولهوا انتبهوا. الفرينه وهذه ليفاني في زوج، يعني داولي كيلو تاع فرينه، وانتي حسب الفرينه تاعك اللي تشرب ما تشربش، حسب البيض ثاني كبير صغير. المهم هذه هي. دوك نحطها في الفريجيدير مده 10 دقائق ومن بعد نبداو نحلو ونطيبو. وهنا البنات راني حليت العجينه وطبعتها. هاهي. المهم نكمل كل الكميه اللي عندي ومن بعد نرجع لكم. ودركا راني حطيتهم. بالنسبه لهذا الصابلي راح ندير به صابلي بريستيج، طيبته فوق هذا الطابي باش يجي من بعد الدسام لتحت، يعني المظهر تاعو مليح. المهم نطيبوه على درجه حراره متوسطه. الصابلي البنات يطيب فقط من التحت، يعني تشعلوا عليه فقط من التحت، تخليوه حتى يصفر ومن بعد نحيوه. هذه هي. شوفوا يعني ما جاش مشقق، وصفه ناجحه 100%. نحطها تطيب ومن بعد نرجع لكم. وهنا البنات راني كملت هذيك العجينه البيضاء، ودركا راني في هذه نكملهم كامل ومن بعد نتلاقاو في كي يطيبوا. وكما تشوفوا خواتاتي هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها كامله تاع الصابلي، يعني جاروعه. هذه الكميه تاع 500 غرام فرينه. شوفي واش دارت لي الكميه هذه كامله. المهم ننصحكم البنات الصابلي باش يعني يجيكم صابلي مليح، الفرينه والزبده هادو زوج لازم تختاروا، الزبده والفرينه النوعيه المليحه يجيكم الصابلي مليح. تاني حاجه ننصحكم بهذا الطابي، من الاحسن تشريوه طيبوا عليه الصابلي لانه يعطيه اللون رائع، يعطيه اللون مليح. هذه هي. نكسر لكم وحده تشوفوها، يعني بلي راهو مقرمش وفي نفس الوقت يعني يذوب في الفم، يذوب في الفم. طريقه تبعوا فقط الوصفه يعني مضبوطه، وتتبعوا النصائح اللي بها ان شاء الله ينجح لكم. المهم نخليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله كيفاش نديروا يعني كل نوع. انا راح نديروا صابلي بريستيج كل نوع
نتلاقاو في فيديو اخر.